وسلم ما قرأ القرآن فرأى أن أحد أعطي أفضل مما أعطي فقد عظم ما سخر الله وسخر معظم الله. من قرأ القرآن فرأى أن أحدا أعطي أفضل مما أعطي. قرأ القرآن الكريم، حفظ القرآن، وصار يا رب عبد الناس خير منه، يشوف الرئيس خير منه، مثل الوزير خير منه. من قرأ القرآن حفظا وجعل الله سبحانه وتعالى صدره وعاء له فرأى أن بعض المخلوقات أفضل منه أو أعطي خير منه فقد عظم وحقر الله. اللي هو حقر من العظم هو كل شيء ربي حقره برفع في الكتاب الكريم. حق صغر الله سبحانه وتعالى كل ذي كبر اللي فيه كبرياء صغره الله وجعل تعظيم لكتابه الكريم. فقد عظم ما صغر الله، صغر الله كل صغيرة. الرئيس صغير بالنسبة لحامل القرآن، فيقبح على حامل القرآن أن يتواضع لرئيس أو يتواضع لوزير أو يتواضع لملك. هو سيد الخلق كلهم، الخلق يتواضعون إليه ويطأطئون رؤوسهم بين يديه ويقبلون رجوله وإيديه. فمن حقه أن يعظم ما عظم الله ويصغر ما صغر الله. عظمه القرآن الكريم يعظم القرآن الكريم. ما يقولش كثير من الآباء ولدوا حامل القرآن الكريم ولدوا عنده شهادة نتاع دكتوراه، هذا اللي عنده دكتوراه خير من الهيهات. هيهات أي رتبة كتاب الله أعلاها، أي رتبة كتاب الله أعلاها. ابنك الحامل القرآن سيدك وسيد أمه وسيد عائلته كلها، هو السيد، هو السيد على كل أحد. عن سيدنا سفيان عن سيدنا الفضيل بن عياض رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: حامل القرآن حامل لراية الإسلام. حامل القرآن حامل لراية الإسلام. راية الإسلام نحملها حامل القرآن، حامل راية الإسلام سيد الناس. عن الفضيل بن عياض الصوفي الجليل الجامع بين الشريعة والحقيقة والطريقة، الجمع بين الهواية والدراية، الجمع بين الباطن والظاهر. يقول: حامل القرآن حامل راية الإسلام، يحمل القرآن الكريم حامل راية الإسلام، هو سيد الناس. ولكن قال: ينبغي له أن يلهو مع من يلهو وليس هو مع من يسهو ولا الهو مع من يلغو تعظيما لكتاب الله. يقول الفضيل بن عياض رحمة الله عليه: حامل القرآن حامل راية الإسلام، فينبغي له الليل هو مع من يلهو. الليل هو حامل القرآن ما يلهو مع الله. حامل القرآن يكون بعيد من الله. أهل اللهو في الدنيا حامل كتاب الله يتجافى عنهم، لأن اللهو يلهو بصاحبه ويهوي بصاحبه المهاوي، وحامل كتاب الله ينقذ من المهاوي لا يهوي فيها، ينقذ كحامل القرآن الكريم من المهاوي لا يهوي في المهاوي. فحامل القرآن هو سيد الناس. فينبغي
لأبي الطفل إن حفظ ابنه القرآن نسيله. مولانا عمر بن الخطاب الخليفة الثاني لرسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين وهو يعاني مع البقرة حتى حفظها. يعاني مع البقرة حفظها 10 سنين حفظ البقرة. لما حفظها احتفل بجزور. نحب جزور كانوا به الصحابة. سيدنا عمر بن الخطاب عانى حفظ البقرة ب10 أعوام، ولما حفظها احتفل لحفظه بالبقرة وإكرام محتفل به من صحابة رسول الله بنحر جزور نحرها وأطعمها للصحابة، نقف عنها الصحابة. احتفالنا بكتاب الله مشروع. والجوائز التي يجاز لحامل القرآن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلو جاز الأب ابنه على حفظ القرآن بمبلغ مالي بمليار مثلا مليارين، حق كتاب الله على ذلك، كتاب الله على ذلك. ليه الأب مجاز له لما حفظ القرآن قال ابني إجازة مني إليك وهدية مني لك مليار، خذه هذا تفوز به على إخوانك. ما فعل أبوه كبيرا، ما فعل أبوه؟ ما فعل شيء كبيرا، ما كبيرة هذه حويجة هذه خلاص. ما نقول فعل كبيرا، فعل شيء عديا. المليار سيدي نعطيه إجازة هذه يستحقها بذلك. أو إن لهذا الابن الدم الفلانية لحق كتاب الله تبارك وتعالى وإكرام حامل القرآن له الدم الفلانية هدية له وإجازة له على حفظ كتاب الله وعلى حفظ بعضه، عطية محمودة شرعا. وله المسهل الفلاني عطية محمودة شرعا، وهي جارية في الأقسام كلها، في الأقسام كلها. كان آباؤنا الكرام حامل حفظ القرآن الكريم يتبرعون عليه بأعز أموالهم من المياه، بالفقاقير، من النخيل المثمر، من القطاع الأرضية، من الديار المسكونة أو الخالية عن السكنى. فكان آباؤنا الكرام يتبرعون على أولادهم في حفظ القرآن الكريم بتبرعات مالية عقارية أو رباعية أو حلي من ذهب وفضة، كن على حسب مقدورته. الأمر مشروع. الهدايا والجواز من القرآن أمر مشروع. وحامل كتاب الله سيد الناس، سيد الناس حامل القرآن. دل على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. خير الناس تعلم القرآن حفظا وفهما بإحكامه وعملا وتطبيقا بما يدل عليه، حفظا لألفاظه وعلما وفهما لإحكامه وتطبيقا بالعمل لما يدل عليه، بالدعوة به إلى الله تبارك وتعالى وهي من العمل به، أو بقيام الليل به، أو بتحليل حلاله وتحريم حرامه، والوعظ بما فيه من المواعظ، والاعتبار بما فيه من العبار، والانتهاج لما فيه من الأمثال. هذا عمل بكتابه تبارك وتعالى. فحامل القرآن هو سيد الناس. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لله من الناس أهلين. إن لله من الناس أهلين. ربي عنده أهل من الناس، من الأهل، ربي من عنده الأهل. قال صلى الله عليه وسلم: إن لله من الناس أهلين. ربي عنده أهله. قال الصحابة: يا رسول الله، ألله أهل؟
قال صلى الله عليه وسلم: حملة القرآن أهل الله وخاصته. حملة القرآن أهل الله وخاصته. أهلنا أذكر أهلنا حملة القرآن. أهل الله حملة القرآن. الذي يحفظ القرآن الكريم هو أهلنا. أهل الله حملة القرآن، لأن الله اختاره وجعل كلامه الذي هو صفة ذاته في قلبه. اختارك الله وجعل كلامه الذي هو صفة ذاته. القرآن صفة ذاته لنا، صفة الإلهية. القرآن الكريم كلام الله.